كلنا عارفين ان النمو الاقتصادي لأي بلد بيوفر فرصة عمل وحياة كريمة للمواطن، والنمو الاقتصادي بيحصل لما يكون في مستثمرين بيفتحوا شركات ومصانع ويشغلوا شبابنا ويزودوا انتاجنا. طيب المستثمر عايز ايه علشان يجينا؟ سياسة استثمارية واضحة للبلد اللي بيستثمر فيها، يعني دراسات بتقول يصنع ايه وفين وايه التسهيلات للاستثمار، قوانين تحمي استثماراته، اجراءات سهلة توفر وقته ومجهوده. طب احنا فين من ده كله؟ وزارة الاستثمار فعلا بدأت تنفذ ده، والنتيجة ايه؟ قانون استثمار جديد بيطمن وينظم عمل المستثمرين، وده طبعا غير قوانين شركات الشخص الواحد، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية، ولسه في قوانين كتير الفترة الجاية لتشجيع المستثمر. خريطة استثمارية هيعلن عنها فيها كل الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات مصر وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة. ده غير خدمة الVIP وكول سنتر اللي الهيئة العامة للاستثمار عملتهم عشان المستثمر يأسس شركته ويخلص ورقها من على الانترنت من البيت. وزارة الاستثمار كمان حلت 464 مشكلة لمستثمرين محليين، وفرت فيها للبلد حوالي 14 مليار جنيه، غير مشاكل مستثمرين دوليين وفرت للبلد 3 مليار جنيه مصري و339 مليون دولار، غير 319 قطعة أرض تم تخصيصها للمستثمرين الجدد بحوالي 9 مليار جنيه. والخبر المبشر ان نتيجة كل ده مصر اتقدمت في ال6 شهور اللي فاتوا 9 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وبقت مصر أول دولة جاذبة للاستثمارات في شمال أفريقيا، وقريب قوي في الشرق الأوسط. ولسه الخير جاي على ايد المستثمرين المصريين والأجانب.